خلاص على ان انا اعمل الخطوه دي. ف يعني بتدي طعم حلو، ويعني بتحسوا كده ان هي دي الفته اللي بالخل والثوم بتاعتنا. يعني معرفش، بس انا بحبها جدا. وبعد ما تاخد لون ذهبي كده هضيف معلقه صغيره من الكزبره الناشفه. وشموا الريحه بقى يا جماعه، الريحه كانت رهيبه جدا جدا. طبعا عشان الطاسه معدن ما تستنوش على الثوم للاخر لما ياخد لون غامق، لان احنا حتى بعد ما نطفي الطاسه وهي سخنه هتغمق الثوم، فنخلي بالنا من النقطه دي كويس. بس كده، وهضيفها على وش الفته ونقدمها بالهنا والشفا. انا كمان حطيت اللحمه كده على وش الفته عشان يعني نعمل الشكل التقليدي لطبق الفته.